مرحبا الجمهور المغربي في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو غنهضروا فيه على ثلاثة المقابلات اللي تلعبوا يوم السبت، مقابلة فريق الوداد ومقابلة فريق الرجاء وحتى مقابلة فريق الجيش الملكي. فالحيز كبير غيكون بطبيعة الحال مباراة فريق الوداد الرياضي، بحكم أن الوداد اليوم كتلعب أول مقابلة مع المدرب جديد وفي طور الاستعداد لأهم مقابلة في الموسم اللي هي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد فريق ماميلودي سان داونز. خليكم معايا. اول مقابله غنهضروا عليها هي المقابله ديال فريق الرجاء ضد اولمبيك خريبكا. احسن حاجه في هذه المقابله هي المقاطعه اللي دار جمهور الرجاء. صراحه جمهور بدون فريق. الرجاء اليوم في موسم صفري، موسم كارثي صراحه، موسم للنسيان. بالنسبه ليا كيبقى احسن حاجه في هذه المقابله هي المقاطعه ديال الجماهير. وبالنسبه لاولمبيك خريبكا فاولمبيك خريبكا حققت الاهم، بحكم ان ما بقاش عندها فين تضيع النقاط. اليوم واخا يبقى في المركز الاخير، ولكن مازال كتنافس على الحظوظ ديالها باش تبقى في القسم الاول. الراجل اليوم من هاد الايام خاصها تفكر في الموسم القادم. غيكون واحد الجمع عام استثنائي اللي غيكون فيه استقاله ديال الرئيس والمكتب ديالو. كنتمناو ان الرئيس اللي غيكون جاي الفريق الرجاء يكون في المستوى ديال الفريق وفي المستوى ديال الجمهور وعند طموحات جماهير الرجاويه. كنتمنوا التوفيق الرجاء وترجع في اقرب وقت ممكن الواجهه المحليه والقاريه. المقابلات الاهم اللي كانوا هاد السبت هي المقابله ديال الجيش ضد السوالم، والمقابله ديال فريق الوداد اللي حل ضيف ثقيل على فريق شباب المحمديه. فهاد جوج مقابلات اهم حاجه كانت هي الروح الرياضيه بين الجماهير ديال الفرق بربعه. واهم حاجه بالنسبه لفريق الوداد هو هذا الانتصار اللي مهم بزاف، وخلى الوداد في الصف الثاني بفارق نقطه واحده على فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي اللي كانت باين بانه غادي ينتصر في هذه مقابله السوالم، بحكم الفرق اللي كاين ما بين الفريقين، ما بين الجيش والسوالم. الجيش اليوم ما بقى عنده حتى شي حل من غير انها تنتصر، بحكم ان المصير ديال اللقب كيبقى باليد ديال فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي مازال عنده مقابلات صعيبه، خصوصا الديربي اللي غيكون ضد فريق الفتح الرباطي، وغتكون عنده مقابله قويه ضد فريق المغرب فاسي وفريق الرجاء الرياضي في اخر الدورات. بالنسبه للوداد فهو حقق الاهم في هذه المباراه، انتصار 3 نقاط اللي غاليه وغتكون غاليه في نهايه هذا الموسم. انتصار مهم المدرب فان دير بروك، انتصار مهم لعودة صابر، وانتصار باش يرجع الثقة للاعبين والجماهير الودادية قبل اللقاء المهم ضد فريق ماميلودي سان داونز. بالنسبة لتحليل مباراة الوداد وشباب محمدية، فأول حاجة التشكيلة ديال اللي دخل بها فان دير بروك فهي تشكيلة مثالية وتشكيلة متوازنة. وغيبان الجماهير الودادية بأنه البصمة ديال صابر في التشكيلة كتشكل واحد 80%، بحكم أن اللاعبين كيعرفهم صابر مزيان، وان اللاعبين اللي دخلوا كاملين كانوا كيستحقوا انهم يشاركوا في هذه المقابله. غياب الحسوني وجبران شي حاجه اللي منطقيه. الحسوني وجبران اللي خاصهم يعرفوا انه الجماهير الوداديه ماشي ضد هاد اللاعبين. لاعبين عندهم مؤهلات كبيره، لاعبين اللي ساهموا في الفوز بالثنائيه العام اللي فات، ولكن هاد اللاعبين خاصهم يرتاحوا. الحاجه اللي فاهمها المدرب المساعد صابر، وهادشي اللي داروا في هذه المقابله. اليوم في بلاصه حسوني كان حاضر اللاعب اللافي. صراحه الملاحظه اللي غيشوفوا الجماهير ديال الوداد هو انه اللافي شحال ما لعب مقابلات رسميه، ولكن كتبان لك الامكانيات ديالو. ما دارش مقابله كبيره، ولكن دار اداء كبير، دار مجهود كبير طيله الدقائق اللي لعب. كيبان بان اللاعب واخا كان جالس، يعني راه كان كيتريني وكان كيخدم على راسو وعنده مؤهلات كبيره. ومع المباريات والمشاركات الرسميه فاللافي غادي يرجع للمستوى الكبير ديالو، واللي غيشكل واحد الاضافه كبيره لفريق الوداد الرياضي. بقيه اللاعبين كلشي صراحه دار مقابله كبيره. دائما تالق اللاعب سامبو اللي هو مفتاح الوداد في المقابلات الاخيره، ونجم حتى هو بدا كيرجع للمستوى ديالو. بوهره القتاليه ديال الداودي صراحه خاصو غير يبعد على النرفزه اللي كتكون زايده، اللي كتسبب ليه في البطاقات الصفراء والحمراء. اما على العموم فكانت تشكيله متوازنه، وواحد بين قوسين صراحه واحد القاسم مشترك ما بين غاريدو وما بين فاندير بروك اليوم، هو انه اول مقابلات ديالهم بعد ما تولوا تدريب فريق الوداد فبجوجهم ربحوا بثلاثه. الا كانوا عاقلين الجماهير الوداديه فكانت اول مقابله ديال غاريدو ربح اولمبيك خريبكا بثلاثه لجوج. اليوم فاندير بروك كيربح شباب محمديه بثلاثه لواحد. كنتمنوا هاد الثلاثه ديال فاندير بروك تكون فعل خير على الجماهير الوداديه وعلى كل مكونات فريق الوداد. اليوم الوداد عنده سيمانه باش يوجد المقابله المهمه، وكما قلت مقابله الموسم ضد فريق سان داونز. فان دير بروك شخصيه كبيره وكاريزما اللي كنعرفوا عليه. كيلعب بالمؤهلات ديالو، ماشي مدرب خواف،
مدرب كيلعب بقد الامكانيات. اليوم الوداد بامكانيات كبيره وتشكيله مثاليه يقدر يتجاوز بها فريق الجنوب افريقي ويوصل للنهايه، وعلاش لا يلعب على النجمه الرابعه هذا العام ويحافظ على اللقب ديالو اللي ربحو العام اللي فات مع المدرب وليد الركراكي. كل التوفيق لفريق الوداد في المقابله القادمه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. منافسه غتكون قويه في نهايه هذه الدورات مع فريق الجيش الملكي وحتى فريق الفتح الرباطي اللي راجع بقوه حتى هو على بعد 6 نقاط فريق الوداد و7 من فريق الجيش الملكي. وكل التوفيق للفريق الرجاء باش يرجع للواجهه، خصوصا انه في هذا الشهر غادي يكون عنده جمع عام استثنائي باش ينتخب الرئيس الجديد. وكما قلنا في الاول كنتمنى يكون رئيس عند حسن ظن الجماهير الرجاويه، ويكون كيستحق انه يكون داخل مكونات هذا الفريق الكبير في المغرب، ويرجع فريق الرجاء الواجهه المحليه وحتى القاريه. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في هذا الصراع الكبير اللي غيكون ما بين فريق الوداد وفريق الجيش الملكي، وتوقعاتكم الرئيس الجديد لفريق الرجاء الرياضي.